بل استفحى الأمر إلى درجة أن البعض يتطاول ويتجرأ فيطلق هذه الكلمة على كبار قامات من علماء الأمة الإسلامية سلفا وخلفا. يتجرأ يأتي إلى عالم كبير من علماء الأمة نقلة هذا الشرع الشريف فيقولون فلان مبتدع أو عنده بدعة وضلالة. بل تطور الأمر أكثر ولا سيما في زماننا، يصفون مسجدا بأكمله كما لا يخفى عليكم، يقولون المسجد الفلاني مسجد أهل البدعة والضلالة، والمسجد الفلاني مسجد أهل السنة، هذا المسجد لا تصلون فيه، الإمام مبتدع ولا يصلى خلفه. وبالمقابل أيها الإخوة، بالمقابل هناك من يتساهل في هذا الأمر فلا يعرف شيئا اسمه بدعة. في المقابل هناك من يرتكب بدع وخرافات بعضها تصل إلى الدجل وزيغ في العقيدة وهو لا يلتفت. فلا إفراط ولا تفريط. يابا هذا المسجد لماذا أهل بدعة؟ اسمعوا أيها الإخوة، مسجد يعطى وصف المبتدعة. السبب يقرؤون القرآن يوم الجمعة في السماعة. ماذا يفعلون؟ يقرؤون القرآن في السماعة، وهذا المسجد مسجد بدعة. وبعد والله جريمة هذه، بعد شو مسوين؟ ماذا فعلوا؟ يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في السماعة، والإمام لا تصلوا وراه. وبعد شنو الجرائم والبدع اللي ارتكبوها؟ يقولون لبعضهم تقبل الله ويتصافحون بعد الصلاة، وأمثال هذه المسائل. هذه الأمور يجعلنا نتجرأ لمسلم يصلي لله أو لعالم أو لمسجد ونقوم هم من أهل البدعة والضلالة. ما معنى الضلالة؟ تعرفون ما معنى الضلالة؟ يعني هم يسيرون الآن في الطريق المؤدي إلى النار، هذا معنى الضلالة. نسير في الطريق الذي سيؤدينا إلى النار، وكل بدعة ضلالة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابتلينا بهذه الأمور، بالتساهل بالمتساهلين وبالمتشددين. حديث علماء السلف الراسخين حلوا لنا هذا الإشكال. قالوا حتى لا نقع في هذا الفوضى، حتى لا نقع في هذا الإفراط والتفريط، قالوا البدعة نوعان: بدعة حسنة وبدعة سيئة قبيحة. نعم هناك بدع، لكن بدع مقبولة، بدعة مقبولة. نعم هناك بدع مقبولة، بل اسمع إلى تتمة الحديث: هناك بدع نثاب عليها، نؤجر إذا ارتكبناها وفعلناها. بدع مستحدثة بعضهم قال هي واجبة، وبعضها سنة، وبعضها مباحة. لماذا نضم على الناس؟ لماذا لا نذكر أقوال العلماء حتى لا يقع الناس في الحيرة؟ البدعة نوعان عباد الله: بدعة حسنة وبدعة سيئة محرمة. بدعة حسنة كما فعل الصحابة الكرام. الصحابة، نعم الصحابة ابتدعوا جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، لم يكن مجموعا في مصحف واحد، حتى إن سيدنا عمر رضي الله عنه قال حينما سمع بهذا المقترح: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال سيدنا أبو بكر؟ قال: إنه والله خير. جمع القرآن خير. اجتمعنا
لنحتفل بالإسراء والمعراج ونستذكر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه والله خير هذه الحادثة. بدأ بعض الناس ينكرها، وإنكارها هي البدعة المحرمة، واستذكارها بدعة، نعم بدعة، لكنها بدعة حسنة. جعلنا من شهر المولد، شهر ربيع النور، شهرا لاستذكار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وسيرته. بدعة، نعم بدعة، لكنها بدعة حسنة نثاب بها. الآن المؤلفات الشرعية، تقسيم القرآن إلى 30 جزء، وقبل ذلك إلى 7 أجزاء، ثم بعد ذلك قسم إلى 60 حزبا. القرآن لم يكن منقطا ولا محركا. كل هذه البدع حصلت في القرآن الكريم، لكنها بدع حسنة ممدوحة نثاب عليها. فالبدعة نوعان: بدعة مشروعة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الحسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة. الله عليكم لو الآن أقمنا احتفالية لحفظ القرآن الكريم أو مسابقة لحفظ القرآن الكريم، هل هذه المسابقة والاحتفالية حصلت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها التابعون؟ لكن ما دافعنا؟ لماذا نفعل؟ نريد أن نشجع شباب المسلمين ليحفظوا كتاب الله. إنه والله خير، نعم بدعة، لكنها بدعة حسنة. وهكذا الاحتفال بالمولد، وهكذا الاحتفال بالإسراء والمعراج، وهكذا إذا استطعنا أن نحتفل بيوم بدر، بغزوة أحد، هذه الغزوة التي كثير من الناس لا يعرف تفاصيلها وكلها دروس وعبر. منهج علمائنا الراسخين سلفا وخلفا أن البدعة ليست نوعا واحدا، البدعة نوعان: بدعة حسنة. وأخذ هذا من قول سيدنا عمر رضي الله، دخل في شهر رمضان إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى الناس يصلون صلاة التراويح، صلاة القيام، زرافات ووحدانا كما في الحديث، 2 3 في طرف المسجد، 5 6 في طرف المسجد، 10 هناك، 15 في زاوية، لا يوجد له إمام واحد، يصلون متفرقين وجماعات صغيرة. فماذا فعل أو ماذا أحدث سيدنا عمر؟ بل ماذا ابتدع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، واختار لهم أبي بن كعب ليكون إماما، لأنه كان عنده حفظ وصاحب صوت وقراءة للقرآن الكريم. ثم بعد أيام يدخل المسجد ويرى الناس جميعا، الصحابة، صلاة جماعة ما أروعها، الكل يصلون صلاة واحدة مع إمام واحد. سمع البعض يقول هذه بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعمة البدعة هذه. نعم بدعة، لكننا مثابون على أمثال هذه البدعة. هذه البدعة نثاب عليها لأنها حسنة ضمن قواعد الدين، لم نخرج عن الدين. نعم في المقابل هناك بدع محرمة، بدع هي فعلا بدع ضلالة، هي البدع المذمومة القبيحة، هي التي عناها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إحداث قول أو فعل أو اعتقاد لم يرد لا في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عليه إجماع الأمة، وليس يندرج تحت قياس ولا تحت أصل عام، ولا هو خير ولا فيه مصلحة. هذه هي البدعة. كان يأتي شخص ويقول أريد أن أصلي صلاة الفجر بدل 2 3 ركعات. يقول هذه بدعة محرمة، هذه الضلالة، هذا إحداث في الدين غير مقبول، هذا الذي نغار على ديننا ونهجم عليه ونسكته. أو يقول صلاة المغرب بدل 3 ركعات
أصليها 4 ركعات أو أصليها 2 ركعتين. أو يأتي شخص يقول أنا عندي مال وأريد هذا، انظروا هذا بدعة اعتقاد، يقول بدل الوضوء أشتري حليبا أو لبنا وأتوضأ بالحليب أو باللبن بدل الماء لأنه أثمن، أحس أنا أدفع مال للوضوء. يقول هذا خطأ، هذه خرافة، هذه بدعة اعتقادية غير صحيحة غير مقبولة. أو كما نسمع في كل سنة من شهر شعبان أول أسبوع يوم زكريا، هذه بدعة اعتقادية لا يقرها الشرع الشريف، ولا سيما عند النساء يصومون عن الكلام ويزينون بعض الطعام من أجل الإنجاب. يوم زكريا بدعة محرمة، بدعة قبيحة اعتقادية غير واردة غير صحيحة. وهكذا هناك بدعة في شهر رجب من أول يوم يصلون صلاة اسمها صلاة الرغائب، هذه بدعة وخرافة وغير صحيحة. 40 الميت بدعة لأنها يتصل بديانة أخرى وفيها اعتقاد باطل. أين الخير في ذلك؟ أين المصلحة في ذلك؟ سنوية الميت بدعة، 50 الميت بدعة، كل ذلك لم يرد لا في كتاب ولا سنة ولا يقبله أصل شرعي. أما أن نجتمع ونستذكر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، هذا فيه آية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفيه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ثم صلوا عليه بعد الأذان. نقول لهذا الأخ المؤذن لماذا تجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان؟ يقول أريد أن أذكر الناس. جزاك الله خيرا، هذه بدعة لكنها حسنة لها أصل، يريد أن يذكر الناس لأن بعض الناس يغفلون هذه السنة، مجرد أن ينتهي المؤذن يقول الله أكبر ويصلي السنة وفاتته سنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجدر أن نتهاون بها، لأن من صلى على النبي مرة صلى الله عليه 10، ويغفل عن دعاء الوسيلة بعد الأذان، ومن دعا بدعاء الوسيلة حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المؤذن مبتدع بدعة حسنة جزاه الله خيرا، هو مأجور